ازيك يا صلاح؟ ازيك يا كابيتانو؟ اخبار الاصابه ايه يا كابيتانو؟ اصابه وجعاك؟ الواوا يح؟ هترجع تتعالج في انجلترا؟ حقك، حقك بصراحه. انا عارف ان المنتخب المصري عندنا ما فيهوش دكاتره. مصر عموما ما فيهاش دكاتره. لما تتصاب يجي لك شد عضلي في الخلفيه لازم ترجع تتعالج في انجلترا. اي نعم الاصابه كانت هتاخد ماتشين بس، لكن يورجن كلوب المدير الفني بتاعك طلع اعلن انه صلاح جات له اصابه في الخلفيه، فاحنا هناخده نعالجه، ولو مصر وصلت للنهائي احتمال نبعته لكم يلعب معاكم النهائي. احتمال، بروبابلي. الراجل قال بروبابلي. يورجن كلوب. ازيك يا صلاح؟ ازيك يا كابيتانو؟ اخبار شرط القياده اللي معاك ايه؟ شرط القياده اللي قعدت اتخانقت عليها مع احمد فتحي قد كده، ولا ده اصل انا النجم هنا، انا ما ينفعش. ده انتوا مش عارفين ان انا بيعاملوني في انجلترا ازاي. دول مفضليني على ساديو ماني جامد. ساديو ماني اللي بيلعب مع منتخب بلده ولا عمرنا شفناه لابس شارة قيادة، ولا عمرنا شفناه بيطلب شارة قيادة، ولا عمرنا شفناه بيتخانق على شارة قيادة. كان فرحه من اسبوع، بعد الفرح ساب الفرح وساب العروسة وطلع على المنتخب وبيلعب مع المنتخب عشان عاوز يعمل انجاز مع المنتخب، عاوز ياخد بطولة افريقيا تاني مع المنتخب. خدها السنة اللي فاتت، خدها البطولة اللي فاتت، وعاوز ياخدها تاني يا صلاح. طبعا انا مش هسال عن الساده الافاضل في اتحاد الكوره، الساده البوكسرات. مش بوكسرات ان هم اتحاد البوكس، لا هم اتحاد الكوره البوكسرات. السيد حازم امام الفتله، والسيد محمد بركات، والسيد رئيس الاتحاد، السيد رئيس الاتحاد. انا مصحف ما فاكر اسمه، ومصحف ما فاكر اسمه، ولو سالت حازم امام وبركات على اسمه مش هيفتكروه برضه رئيس الاتحاد بتاعنا ده. انا مش هتكلم عن دول دلوقتي، دول جاي لهم نمره خلاص. انا خليني في كلامي ايه اكتر مع صلاح ومع المنتخب. دلوقتي يا صلاح، يا كابتن الفرقه، يا قائد المنتخب، يا صاحب الشاره، ها صلاح، انت المفروض ان انت راجل اتخانقت على شرط القياده وقبل البطوله وقلت انا عايز اخد بطوله افريقيا مع المنتخب، ده شرف كبير. المفروض ان انت لازم تقف تدعم المنتخب، المفروض تقف في ظهر اللعيبه. مش اصل انا رايح اتعالج في اصل النادي ليفربول طلبني فلازم اروح اتعالج في انجلترا. الجماعه ما بيثقوش، احنا الدكاتره بتوعتنا دول دكاتره كفته، فانا لازم ارجع اتعالج في انجلترا. انا اسف معلش، انا اسف لازم ارجع اتعالج في انجلترا دلوقتي حالا، انا اسف. انت هتسيب المنتخب وترجع انجلترا تتعالج. انت كان المفروض اصابتك تمنعك من لعب ماتشين، ماتش كاب فيردي والماتش بتاع دور ال 16. يعني المفروض تكون جاهز على دور الثمانيه. قول يا عم هتكمل مصاب فترجع على دور الاربعه، ده المفروض يعني تكون جاهز. يعني قول اصابه 10 ايام مثلا. طب انت دلوقتي على كلام يورجن كلوب هتقعد هناك لحد النهائي، لو وصلنا للنهائي هتجيلنا. طب انا هفترض ان احنا ان شاء الله باذن الله ربنا كرمنا ووصلنا للنهائي، واللي بيلعب معانا اساسي مصطفى فتحي ولا زيزو، ايا كان ايا مين منهم اللي هيلعب جناح يمين هيلعب اساسي. مصطفى فتحي ده مثلا في الماتشين ثلاثه اللي لعبهم جاب له 3 4 تجوال خلاص. هل المنتخب بتاعنا هيركن مصطفى فتحي ويتنزل الكابتن صالح عشان يلعب النهائي ويرفع كاس البطوله؟ هل ده هيبقى عدل ربنا ساعتها؟ طب انت صلاح لو شفت مصطفى فتحي عمل اللي انا بقول لك عليه ده، او زيزو عمل اللي انا بقول لك عليه ده، هيجي لك عين ازاي ترجع المنتخب وتقول له معلش اركن انت، انا لازم العب اساسي، اصل انا الكابتن والكومانداتي وانا لازم اشيل كاس البطوله. يا صلاح، بالنسبه للساده اعضاء اتحاد الكوره والكابتن صلاح، انتوا النهارده في المؤتمر الصحفي اعلنتوا ان اصابه صلاح ماتشين وان هو موجود في المعسكر ومش هيمشي. طلع يورجن كلوب كده من نفسه بعد الماتش وقال لك يا جماعه صلاح بكره ولا بعده هيرجع عشان يكمل رحله علاجه هنا. طب بأمارة ايه؟ هو يورجن كلوب وليفربول دول مش شايفينكم؟ مش عاملين لكم اعتبار؟ قال لك بروبابلي ممكن نبعته لكم على النهائي، لو انا مش جايبه معايا والنادي محتاجه مش هرجعه لكم على النهائي. معلش انا اسف ظروفي كده، انا اسف. اتحاد البوكسرات، كابتن حازم امام الفتله، كابتن بركات اللي من غير دكه، هل لو وصلنا للنهائي وصلاح قال لكم انا عايز ارجع انتوا هتقبلوا وهترجعوه؟ عايز اقول لك على حاجه، انتوا هترجعوه. عارف ليه؟ لان هو ده اللي بيجيب السبوبه، هو ده اللي بيجيب الاعلانات، هو ده اللي بيجيب الكاشات.
فانتوا هترجعوه عادي. عادي، احنا ناس ما عندناش كرامه يا باشا، احنا كرامتنا دي ليها حساب، كرامتنا بالدولار بالاسترليني. ادفع صلاح وهات اعلانات صلاح وخش منتخب صلاح واطلع زي ما انت عايز، كانه مترو، كانه الترام، اقطع التذكره يا باشا وخش. الواحد مش عارف يقول ايه ولا ايه، والله العظيم، على القرف اللي احنا فيه والقرف اللي احنا بنشوفه. بس الواحد كل اللي يقدر يقول الله يمسيه بالخير الكابتن حسن شحاته، لما كان يرن على اللعيبه عشان خاطر معسكر المنتخب واللعيب ياخر في الرد، مش ما يردش ولا يقول انا تعبان ولا مش هاجي، ياخر في الرد عليه، ما يشمش المنتخب تاني، ينسى انه كان مصري، يروح يشوف تيشيرت تاني ياخد جنسيه المنتخب بتاعه، ينسى القصه دي تماما. الله يمسيه بالخير الكابتن حسن شحاته، والله يرحمه الكابتن سمير زاهر، والله يكون في عونه جمهور منتخب مصر على اللي احنا بنشوفه.